معانا النهارده موبايل من اقوى واهم الموبايلات الموجوده في الفئه المتوسطه دلوقتي، موبايل حرفيا ممتاز في كل حاجه وبدون عيوب تقريبا، وده هيتحقق في الفيفو في 29. ده موبايل من سلسله الفي من فيفو، وكالعاده هنتكلم في كل حاجه تخص الموبايل ده، المعالج والكاميرا والبطاريه. انزل اعمل لايك وسبسكرايب، يعني روق عليا من غير كلام كتير كده يا معلم. يلا بينا نبدا. بص على التصميم كده يا باشا، هتلاقي دلع. بما ان الموبايل هنا من سلسله الفي فانت خليك متاكد انك هتاخد تصميم مختلف ومميز. حقيقي شكل الموبايل هنا خرافي، تحس ان فيفو صرفه كتير جدا على ديزاين الموبايل ده بحيث انهم يطلعوا لك النتيجه المحترمه دي، وده العادي من فيفو طبعا، دايما مميزه جدا في الحته دي، لان دي من اهتمامات فيفو في كل موبايلاتهم عموما، وفيفو اهتمامها واضح جدا في النقطه دي. الحقيقه التصميم شيك بالوان مميزه وخامات محترمه جدا. بالمناسبه الظهر هنا من الزجاج والفريم نفس الشيء. الموبايل كيرف من كل الاتجاهات وسليم بطريقه رهيبه، وده بيزود من فخامه الموبايل اكيد، بس ده طبعا مقابل ساعه بطاريه اقل من المعتاد او اقل من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. بقول لك ايه، نكمل وبعدين نشوف النقطه دي في حته البطاريه. لا فعلا الموبايل هنا تحفه فنيه لو انت من الناس اللي بتهتم جدا بحته الديزاين، فدي طبعا هتبقى حاجه مميزه جدا بالنسبه لك. طب الكاميرات اللي انا شايفه شكله مميز جدا ده، دي من الحاجات اكيد اللي بتضيف لك في شكل الموبايل، والرينج لايت اللي تقدر تتحكم فيه بشكل كامل، درجه لونه والكلام ده طبعا هيساعد بشكل كبير في التصوير الليلي وانت بتصور بالليل بقى والكلام ده. فالتصميم هنا محترم جدا مع خامات ممتازه وما عندكش اي مشكله تقريبا في النقطه دي. الموبايل هنا بيدعم شهاده معتمده للميه والغبار IP54، واضافه مهمه كان بيتميز بيها موبايلات سامسونج بس تقريبا، وده اللي المفروض نشوفه في اي موبايل في الفئه دي، لكن للاسف ده احنا مش بنشوفه، اللي هو ندافه شويه وبتاع يا عم، زي الموبايل يموت بمجرد طرطشه ميه جت عليه، ده مش منطقي اكيد. بس الحمد لله الشهاده هنا اتضافت في الموبايل ده، بس رقم ما يعتمدش عليه تماما، مش الاقوى، يعني ما تحاولش تخاطر وتنزل بالميه، يعني الغي الاوبشن ده. اما بالنسبه للشاشه، مبدئيا الشاشه هنا كيرف بحواف شبه مش موجوده تماما، استغلال حواف الشاشه واضح جدا الحقيقه مع ثقب الكاميرا السلبي. الفيفو في 29 جاي بشاشه اموليد بمعدل تحديث بيوصل ل 120 هرتز بمساحه 6.78 انش بجوده فول اتش دي بلس، مع دعم لتقنيه الاتش دي ار 10 بلس والاون ديسبلاي، مع استواء بيوصل ل 1000 نتس. طيب خلينا نتكلم في نقطه كده. نبدا باداء الشاشه. عايز اقول لك ان اداء الشاشه في الموبايل ده ممتاز، شاشه شارب بالوان ممتازه وبوضوح عالي جدا، وكثافه البكسلات 453 بكسل لكل انش. الشاشه هنا هتكون معاك سموث جدا في السكرولنج، وده بفضل 120 هرتز طبعا، ولو حددت الاوبشن ده على الاوتو سويتش هتلاقي الواجهه بتشتغل معاك على 60 ل 120 هرتز، يعني على حسب الابلكيشنز اللي انت بتفتحها، وده طبعا علشان يوفر منطقه البطاريه اللي احنا المفروض نتكلم عليها دلوقتي. وطبعا هتقدر تدلت الاوبشن ده عادي وتشتغل على ال 120 هرتز. طبعا هتحس بسلاسه اكبر لو انت استخدمت الاوبشن ده اللي هو ال 120 هرتز. يعني سطوع الشاشه هنا بيوصل ل 1000 نتس، وده اقصى سطوع لو انت دايما بره البيت او تحت اشعه الشمس عموما، مش هيواجهك اي مشكله وتقدر تستخدم الموبايل عادي تحت الشمس. بالنسبه لعوامل الامان، عندك هنا البصمه جايه على شاشه الموبايل وادائها كويس جدا. اما بالنسبه للاداء فهنا في نقطه ضعف. فيفو هنا استخدمت معالج من سناب دراجون 778 جي بتكنولوجيا 6 نانو. المعالج ده للاسف مش جديد، وده تقريبا نفس المعالج اللي موجود في الاصدار السابق، كان موجود في الفيفو في 27 وموجود في الرينو 10 برو، بس المعالج ده فعليا احنا شفناه كتير جدا قبل كده. انا كنت متوقع الحقيقه ان فيفو تنزل بمعالج اقوى واحدث، لان المعالج ده يعني مش هاي ليفل، يعني خلينا صريح معاك، ولكن ده مش معناه ان المعالج هنا اداؤه مش كويس، لا طبعا، احنا بنتكلم هنا في موبايل فئه متوسطه، فطبيعي يبقى المعالج على الاقل متوسط، والمعالج هنا كويس او متوسط وهيعدي معاك جدا، ومع سوفت وير فيفو اللي اتحسن بشكل كبير جدا بعد الابديتس الموضوع هيبقى معاك سلس جدا ومش هيواجهك اي مشاكل. وتردد الشاشه برضه اكيد ده فارق وبيساعد في الموضوع بشكل كبير. تقدر تلعب ببجي هنا على اتش دي ار وفريم ريت الترا، او ممكن تقلل في الجرافيك وتلعب على كيستريم. موبايل بيدعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء، عشان يعني لو بتفلوج ولا حاجه ده بيساعد على عزل اي شيء حواليك سواء بقى صوت عربيات او غيره طبعا. وصوت السماعات هنا مونو للاسف مش ستيريو، ودي نقطه من النقط اللي ممكن تضايقك في الموبايل ده اكيد. الفيفو في 27 اللي هو الجيل السابق اصلا كان نازل بنفس نوع السماعات ده، فاللي هو فين التطور اللي حصل؟ دي حاجه مش لطيفه خالص يا فيفو الحقيقه. بس خليني اقول لك على حاجه يعني ممكن تبسطك في النقطه دي. خلينا بس نستعين بالمعلم ده الاول واقول لك ان الصوت هنا مجسم من اليمتين، بس مش هتكون بنفس كواليتي السماعات الاستيريو، دي حاجه اكيد ما فيهاش نقاش، واعتقد ان دي حاجه مهمه جدا لفئه كبيره من الناس، ده غير انها كانت هتنقل تجربه الموبايل ده في حته ثانيه حرفيا. بس يعني تمام. بالنسبه للبطاريه بقى يا معلم، عندك البطاريه هنا 4600 ملي امبير، مش افضل حاجه اكيد في الفئه دي، واداء البطاريه هنا يعني ممكن تقول في رينج المتوسط، ودي اقل ساعات بطاريه تقريبا في الفئه دي. سكرين اون تايم متوسط هيوصل معاك ل 6-7 ساعات، بس مع معدل سرعه الشحن اللي فيفو بتقدمها لك مش هتواجه صعوبات او رخامه في موضوع البطاريه ده تماما. الشاحن هنا 80 واط هيشحن معاك البطاريه في اقل من ساعه الا تلت تقريبا. اما بالنسبه للكاميرات بقى يا معلم، ودي من النقط القوه حرفيا اللي في الموبايل ده، عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9 مع دعم الخاصيه الاو اي اس. الكاميرا الثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2. كاميرا مبدئيا كده هتقدر تعتمد عليها في كل حاجه تقريبا، سواء في الاضاءه العاليه او الاضاءه الليليه، النايت مود بقى والكلام ده. تشبع الالوان في الصوره رهيب جدا، بالاضافه طبعا للتفاصيل والمعالجه اللي هتاخدها في اي صوره بشكل مميز، يعني ممكن يتقارن
كاميرا الاونر 19 الموبايل الاقوى في الفئه دي، عملنا له فيديو خلي بالك ممكن تروح تتفرج عليه دلوقتي تلاقيه موجود في الاي اللي موجوده فوق دي. بس كده هسيبك تكمل الفيديو. وبالنسبه للديناميك رينج مش هتواجه معاه اي مشكله، هتاخد صور بورتريه 2 اكس ممتازه، طبعا تفاصيل وتشبع الالوان هنا مميز جدا، واداء الكاميرات هنا افضل من لوك الكاميرات اللي موجوده في الجيل السابق اللي هو الفيفو في 27. حصل تطور رهيب الحقيقه من حيث السكين تونز والنايت مود. اما السيلفي 50 ميجا بكسل بالاضافه للاوتو فوكس اللي كاميرا السيلفي بتدعمها، عموما كاميرا السيلفي هنا ممتازه، سكين تونز وتفاصيل مع تعزيز الوان مقبول جدا، بعدها كاميرات تقدر تعتمد عليه كويس جدا الحقيقه، ولوك ممتاز. فرايك يا فيفو الصراحه؟ لا انت فعليا هتستمتع بتجربه الكاميرات هنا. اما بالنسبه للفيديوز فتقدر تصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه بالاضافه للثبات طبعا الموجود في الاوبشن ده، والسيلفي نفس الموضوع بس غير ثبات، فعلشان تاخد ثبات في كاميرا السيلفي انزل يا باشا على الفول اتش دي او ال 1080 بي. اما بالنسبه لسعر الموبايل 12 جيجا رام مع مساحه تخزين 256 بسعر حوالي 20000 جنيه، يعني في الرينج ده. ممكن نقط ضعف الموبايل ده او النقط اللي ممكن تزعلك منه ان النوع السماعات هنا ما زال مونو مقارنه بالجيل السابق، مش بيدعم 60 فريم على الوضع 4K. بالنسبه للبطاريه مقارنه بموبايلات تانية كتير في الفئه دي مش الاقوى، مش هتقدر تستخدم كارت ميموري، واحيانا انت مش هتحتاج لكارت ميموري اصلا لانه اوريدي الموبايل جاي بمساحات عاليه. غير كده انا شايف ان الموبايل فعليا كويس جدا ومختلف من حيث التصميم والاشياء الاخرى طبعا اللي احنا ذكرناها في الفيديو ده. فبس كده اعتقد ان مفيش حاجه تانية عايز تعرفها عن الموبايل ده لان احنا فعلا اتكلمنا في كل حاجه. ولو عندك اي استفسار طبعا اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو بالحب اكيد، ده لو انت لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي لحد دلوقتي. بس كده اشوفكم الحلقه الجايه على خير باذن الله، سلام.